السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمهات كتير من أمهات الأطفال ذوي اضطراب في التوحد بتشتكي: أنا حاسة إن التطور بتاع ابني بطيء، حاسة إن ابني في المركز بقاله كام شهر ومفيش نتيجة، أنا حاسة ابني لسه ما نطقش، ابني لسه ما فهمش، ابني لسه ما قلتش، ابني لسه ما استجابش ومش قادرة أساعده، أعمل إيه؟ هقولك على تدريب مهم جدا تعمليه مع الطفل وهتلاقي نتيجة التدريب ده سريعة، وهو إطاعة الأوامر. طول ما انت قاعدة في البيت افضلي ادي للطفل أوامر: هات الشبشب، هات الكوباية، هات المعلقة، حط الطبق في الحوض، حط القلم في الشنطة، حط الكراسة على المكتب، هات التليفون، اقفل الباب، اطفي النور، البس البنطلون، اقلع الشبشب، اغسل وشك، هات الريموت، الى اخره من اوامر. طول ما انت قاعده في البيت افضلي ادي للطفل اوامر. لو الطفل بيفهم وبيعرف ينفذ الامر هتلاقي بعد امر واثنين وثلاثة وعشرة ومية هتلاقيه بدأ ينطق الكلام اللي انت بتقوليه. يعني هيقول شبشب، هيقول باب، هيقول تلفزيون، هيقول موبايل، هيقول طبق، هيقول ليه؟ لانها اتكررت قدامه كتير. طيب لو الطفل ذكاؤه او ادراكه ضعيف لدرجه ان هو مش قادر يفهم الامر، امسك ايده انفذ بيها الامر. امسك ايده امسك بيها الطبق واحط الطبق في الحوض، امسك ايده امسك بيها القلم واحطه في المعلقه، امسك ايده واغسل بيها في وشه. في ظرف 3 اشهر هتلاقي نتيجه كبيره جدا على الطفل.